السلام عليكم، بونسوار. اليوم بسوي مرق سيباس تركي. نحب شوي نغير من السمك، والسمك السيباس نوعه دسم. عندي هني سيباس مقطع منظفته وشايله القشر منه، كركم وفلفل اسود وفلفل احمر وملح متبلته. عندي هني بصل مقطع، رشيت عليه فلفل اسود وملح وشويه كركم. راح احرك البصل، أضيف فلفل حار، راح أضيف ورق الكاري، رشة من البابريكا، وأحرك. وحطيت نص باكيت معجون طماط، قفشة كبيرة من مهروس الزنجبيل، وقفشة كبيرة من مهروس الثوم، وأحرك. شدة من الكزبرة وشدة من الشبنت، وأحركهم لين يعطيني القوام الناشف. راح أضيف البامية، اللي حاب يحط، مو حاب لا يحط عادي. حطيت فلفل بارد ولومي وراس ثوم وراس بصل. راح أصف السيباس، ويكون هني أنا مجهزة الماي المغلي. شوي أغطيه عشان يعطيني شوية بخار. راح أضيف عليه الماي الحار مجهزته، حبة من الطماط، قفشة كبيرة من السكر. راح أضيف قلاص ماي عليه قفشة كبيرة طحين، أحركهم وأضيف على المرق قفشة وسط من الملح. خلي بالنا من السمك انه لا يتنتف معانا، بهالقفشة هذه يستحسن يعني. راح اضيف شوية من التمر الهندي، وذوقوا اذا كان تبون نسبة حموضة باكثر زيدوا شوي. هو تقريبا يعني قفشتين كبار. وكذي خلصنا، وعلى نار هادية لمدة ساعة. وعليكم بالعافية. تابعوني على قناتي غزالة أنوار.